حاول كده بأسرع حاجة عندك، بس كده خلاص شكرا. حد داخل يهبدك بشومه في وشك، ازاي تتفاداها بكل سهوله؟ انا مين عادل، مدرب الدفاع عن النفس. ضربه الشومه لو وصلت في وشك يبقى انت الله يرحمك، اعرف ان كده مفيش تكمله للخناقه، الموقف انتهى على كده. فازاي بقى تعرف تتعامل مع واحد داخل بيضربك بشومه مهما كان هو سريع وانت غير ممارس لاي رياضه؟ هقول لك على حركه لو عملتها في الاول سهل جدا انت تعرف تاخد منه كمان الشومه، مش بس ان انت تصدها. اعمل اي اسلوب لاي فن قتالي انت بتنتمي ليه، بس في الاول نفذ الحركه دي. اول حاجه لازم نعرف اتجاهات السلاح بتاع الشومه، يا اما بيجي بشكل جانبي، يا اما بيجي بشكل رأسي من اعلى لاسفل، يا اما بيجي ان هو بيضرب على الركبه او الرجل من تحت. دول الثلاث الاتجاهات بتوع السلاح بتاع الشومه، ما لهمش اي اتجاهات تاني. النهارده هناخد لو هو داخل بيضربك في وشك، لان دي من اكتر الاساليب الشائعه اللي بتحصل في الشارع. ازاي تتعامل وتصدها؟ ناس كتير هتقول لك ايه، طب ما انت في الشارع مع السرعه ومع الموقف مش هتعرف تعمل الحركه دي. انا بقى هقول لك على حركه في الاول تعملها مع اي حد مهما كان سريع ومهما كان متمكن في الشومه، بعد كده سهل جدا انت هتاخد منه ايه؟ هتاخد منه السلاح. اضرب كده يا كابتن زياد. يبقى انت بكل سهوله لو حدفت اي حاجه في عينه سهل ان انت تعرف تاخد منه السلاح. المخ ربنا خلقه ما يعرفش يدي اوردرين في نفس الوقت، يعني هو اول ما تحدف حاجه في عينه هتلاقي ايده دي اتوقفت لمده ثواني، انت مش عايز غير ثانيه واحده بس. في الثانيه دي انت تقدر تقرب منه، عندك بقى 500 تكنيك، اي حركه انت تعرف تعملها معاه تعملها، هيبقى سهل ان انت تعرف تاخد منه السلاح. واللي يقول لك الحركه دي ما ينفعش تطبق في الواقع، قوم جربها مع صاحبك وجربها بعصايه كاوتش من غير ما تقيسوا بعض وقول لي النتيجه ايه. هو داخل بيضرب باي شكل، جاي من بره، جاي من تحت، جاي من فوق، اي حركه اضرب كده باي شكل. لو انت حدفت حاجه في عينه بالمنظر ده سهل جدا ان انت هتوقف ايده، هتعرف تخش تاخد السلاح. في حلقه النهارده انا مش بعلمك تكنيك معين ازاي تعرف تاخد بيه السلاح بتاع الشومه، ولكن انا بعلمك حركه سر مهم جدا تعرف توقف بيه حركه اللي قدامك. طبق المبدأ ده حتى لو في ايده سلاح ابيض، طالما انت ضربت في عينه هتعرف توقف ايده لمدة ثانية، وهي دي الثانية اللي احنا محتاجينها، مش محتاج اكتر من كده. في الشارع عندك المفاتيح، عندك الموبايل، عندك اي حاجة ايدك تطولها، لو عرفت تحطها في عينه شكرا، عرفت تحط الحاجة دي توصلها في عينه يبقى انت كده عرفت تتحكم فيه. حتى لو عملناها بتحدي كده ما بيني وبين كابتن زياد ان هو يا لحق يوصلها لي يا لحقت انا اوقف ايده الاول. حاول كده بأسرع حاجة عندك، بس كده خلاص شكرا. انت مش عايز غير اللحظة دي، اللحظة دي هي اللي انت بتربك بيها الخصم. خلي بالك في فرق ما بين التهويش وفي فرق ما بين الضرب. التهويش انا ممكن اضرب وارجع ايدي 500 مرة، لكن لو خدت قرار ان انا هضرب مش هعرف اغير اتجاه ايدي ومش هعرف اغير اتجاه الضربة، نازلة نازلة. في اللحظة دي انا بعمل حركة الدفاع اللي قلت لك عليها. بعد كده بقى بعد ما انت حدفت في وشه الف، اضرب هنا في الرقبه، اخد السلاح بالشكل ده، بقى الموضوع سهل. ليه؟ لان هو اتعمل له تشتيت او اتعمل له ارباك، فسهل جدا ان انت تسيطر على الخصم. اتمنى اكون قدرت افيدكم ولو بمعلومه بسيطه، وما تنسوش صور كواليس الحلقه دي هتلاقوها على الانستجرام. بحترمكم جدا وعدكم دايما بالمزيد، اشوفكم على خير.